اي واحد في العالم سولتيه على شكون الانسان اللي يقدر يدير فيه الثقه غيجاوبك بكل صراحه وغيقول لك الوالدين ديالي اللي هما الاب والام. ولكن باش تلقى شي اب وام ارتكبوا جريمه، وماشي شي جريمه اللي عاديه، ولكن جريمه شنعاء، جريمه اللي ما غاديش تفتح لك على البال وما غاديش تقبلها ان يديروها لبنتهم، فهاد الشيء كيخلينا نقولوا الحمد لله على نعمه الاسلام. معكم اخوكم عدنان، اللي كنتي كتسمعني اول مره ما تبخلش علينا بالتعليق وتخلينا متابعه على القناه. نهاركم مبروك كيف ما كان صباح ولا عشيه. تخيل معايا ان الاب والام كيخليو بنتهم المريضه على الاريكه لمده ديال 12 عام حتى تعفنات وتحلات وهي جالسه. في 3 يناير غادي تتصل العائله ديال فيتشر بالطوارئ وكيعلنوا على الوفاه ديال بنتهم الوحيده. ولكن فاش وصلت الشرطه كان واحد المشهد اللي مرعب لدرجه ان احد الضباط تغمى عليه من عود داكشي اللي شاف. القصه ديالنا غادي تبدا مع لايسي فيتشر اللي مولوده في 5 نوفمبر عام 1985 في امريكا. الاب ديالها سميتو كلاي والام ديالها سميتها شيلا. لايسي كانت تقريبا كتعيش واحد الحياه هادئه مع الام ديالها والوالد ديالها، وكانت مهتمه بالدراسه ديالها منذ الطفوله ديالها. ولكن فاش وصلت البلوغ او سن المراهقه، هاد البنيوته هادي قررت باش تجلس في الدار وتكمل القرايه ديالها غير من الدار وتقابل الشغل ديال البيت. دازو تقريبا عده سنوات حتى العام 2022 اتصلت شيلا بالطوارئ وخبرتهم ان البنت ديالها ماتت. فاش وصلت الشرطه ودخلوا للبيت صدموا لواحد المشهد اللي كان مرعب، فلقاو امامهم جثه الوزن ديالها 32 كيلو اشبه بالهيكل العظمي، وكانت مليئه بالقرح والالتهابات. وكان المكان حول هذيك الجثه تقريبا عامر بشي حوايج اكرمكم الله اللي ما نقدرش نقولها. لايسي كانت كتقضي الحاجه ديالها في المكان ديالها وهي جالسه، والجسم ديالها كان يعني عامر بالحشرات. المشهد كان مرعب لدرجه ان الظهر ديالها تعفن حتى ولاو العظام كيخرجوا على برا وكيبانوا، والجلد ديالها كان ملتصق بهذيك الكنبه علاش جالسه، الفوتوي علاش جالسه. زعما واحد المشهد اللي لا حول ولا قوه الا بالله. كيقول واحد الضابط اللي شاف المشهد انه ما قدرش ياكل الماكله لمده ديال اسبوع بسبب الريحه الكريهه والشكل اللي شاف. فاش فحصوا هذاك المكان والجثه ثبت لهم الطب الشرعي ان لايسي كانت جالسه في نفس المكان لمده ديال 12 عام. السؤال الاهم في هذه القصه، فين كانوا الوالدين ديالها هذه المده طويله؟ وهنا غادي تصدموا، وغادي نخبركم بانهم كانوا عايشين معها في نفس الدار، وكانوا كيشموا ديك الريحه وكيشوفوا بنتهم كتموت قدامهم بلا ما يديروا حتى شي حاجه. تخيلوا ان اخر مره هذيك البنيوته مشات فيها للطبيب فاش كانت في عمرها 16 سنه، وهي دابا العمر ديالها 36 سنه. 20 سنه عمرها مشات عند الطبيب او لا دارت شي تشخيص طبي، ولكن الجثه ديالها كتعفن وكتموت وكتحلل امام الاب والام ديالها بلا ما يحركوا حتى شي حاجه. تم القبض على والديها بجوج، وفاش سولوهم على سبب عدم اخذ بنتهم للطبيب كان الرد ديالهم غريب، حيث قالوا بانها ما كانتش كتعاني من اي مرض، ولكن لايسي كانت كتعاني من سوء التغذيه ومن عده امراض، الا ان الوالدين ديالها اعتبروا هذاك الامر عادي. هذه القصه غادي تحول الراي عام بان الوالدين ديالها كانوا مشهورين. فالام كانت مساعده ديال النائب العام في المدينه، وكان غادي يتهمهم بالقتل العمدي وغادي يواجهوا خطر دخول السجن المؤبد، ولكنهم استطاعوا باش يدفعوا الكفاله في 4 ماي من نفس العام وخرجوا. القصه ما سالتش هنا كيطرح سؤال، علاش الوالدين قدروا انهم يخليوا بنتهم تموت قدامهم بلا ما يدوها عند الطبيب طوال هذه المده وهما كيشوفوا فيها في واحد الحاله اللي مزريه؟ واش كانوا كيتسناوها انها تموت او لا كانوا هما اصلا بغاوها تموت؟ في حين هاد البنت هادي لايسي ما كانتش مريضه بالتوحد، والوالدين ديالها ما بغاوش يساعدوها وخلاوها تكيف مع المرض ديالها ودير داكشي اللي بغات.
الجيران في الحقيقه ما كانوش عارفين بان هذاك الاب والام كاين عندهم واحد البنت، واخا هما مزوجين واحد المده اللي طويله. هذيك بنيته 12 سنه وهي كتقاوم المرض ديالها لوحدها، وكتعفل على الاريكه وكتموت ببطء. اخيرا وليس اخيرا، الحمد لله على نعمه الاسلام.